السلام عليكم. السلام عليكم. مود تاني يا عبد الله، مود تاني يا بيا، مود تاني يا اسطى. فاكرين يا جماعه اخر فيديو اتكلمنا عن عبد الله تركي لما مات اثناء اللايف؟ فاكرين الموضوع ده؟ قلبه حاسس يا حبيبي، يا حبيبي كان قلبه حاسس ان هو هيموت. مشغل المزيكا من البلاي ليست اللي عنده بلاي ليست احزان معروفه طبعا، وهو شغل المزيكا. النهارده انا عندي ليكم مفاجاه هتفرح كل الناس، بس قبل ما لكم المفاجاه دي ما تنساش تعمل لايك وتشترك في القناه اول ما تشوف الفيديو كده. شكرا لكل الناس اللي عملوا لايك على الفيديو اللي فات، وشكرا لكل الناس اللي بيدعمونا في مواجهه هذا النوع من المحتوى البكائي الدرامي في هذا النوع المحتوى. اعمل لايك دلوقتي وانزل تحت اكتب لي كومنت اول ما تشوف الفيديو كده. عايزك يعني تقول لي ايه رايك في موضوع تمثيل عبد الله. عايزك تكتب لي تحت في الكومنتات تقول لي هل فعلا عبد الله تركي بيمثل من تحت باطه ولا بيمثل من سمانته. ويلي مش مشترك اشترك في القناه لو انت مش مشترك، وخلينا نشوف عبد الله عمل ايه. فاكرين يا جماعه الفيديو الاخير اللي اتكلمنا عنه على عبد الله؟ انا من ساعه ما شفت الفيديو ده وهو كان بيموت اونلاين، انا مش قادر انسى منظره وهو بيموت. عمري ما هحب غيرك. وبكاء هايدي، بكاء. هو دايما يقول لك البكاء بيعذب الميت، بس النوع ده من البكاء ده مش بيعذب الميت، بيندم الميت اصلا على الحياه اللي هو عاشها. سحبت 2 طن اكسجين وهي بتبكي. المهم يعني اثناء الجنازه الاونلاين اللي حصلت دي، يعني تقريبا هو مات من كتر التكبيس. انا مش فاهم ايه اللي حصل، بس هو اللي اكتشفته ان عبد الله صحي تاني. الف مبروك، الف مبروك، والله العظيم انا مبسوط. عبد الله صحي تاني في نفس اللايف، صحي. الناس فضلت تكبس. عارفين يا جماعه النفس الصناعي؟ هو حصل تكبيس صناعي اثناء اللايف، فعبد الله صحي تاني. تمثيله فظيع. استنى قبل ما اوريكم وهو بيصحى والنبي اوريكم وهو بيمثل. كان بيمثل قبلها يا حبه عيني. اخر مشهد تمثيلي كان حصل له، بس انا متاسف ده الفيديو الوحيد اللي لقيته فصوته زي الزفت، فانا هحاولوا تفهموا معايا. بجد انا ما كنتش عايز حاجه تانية من الدنيا غير كنتش عايز حاجه تاني من الدنيا. مات يا عيني وهو بيمثل. كان نفسه يطلع تقريبا، كان نفسه يطلع هاني سلامه قبل ما يتوفى تقريبا. ولا مش عايز حاجه مش حاجه توقف وعادي يعني. وعادي يعني. وهو تقريبا مش عارف يقول ايه فقال وعادي يعني. اكمل حالتي عادي. اهم حاجه انت عندي، مش حاجه توقف مش حاجه توقفني. كبسه. اللي يعرف يبعت حوت يبعته. ونسي تقريبا الكلام. وعادي يعني. وعادي يعني. تقريبا هو بيمثل بطريقه السنافر. وانت كسرت ايدي. وانت كسرت ايدي. انت كسرت قلبي. انت كسرت قلبي. عادي يعني. كسرت قلبي. كبسه. ابعتوا الحوت 3 نضارات دلوقتي. هلا يا بابو نواف ابعت لي 3 نضارات. وعادي. انت كسرتي. طب ما كسرت قلبك يعني اسوأ من كسرت ايدك. مش فاهم انا. تقريبا هنا هايدي اتلبست تقريبا. انا ما ضحكتش عليك. انا ما ضحكتش عليك يا عبد الله. اتعامل تقريبا. افتحوا النور. حد يبعت كشاف. ابعتوا اسد بكشاف. من اول يوم. من اول يوم. انت بتغمضي عينيك ليه؟ ما تبصي لعبد الله. بتغمضي عينيك ليه؟ ده انتوا لو دخلتوا ورشه تمثيل هتتجلدوا يا جماعه. انتوا ستيل بتمثلوا من تحت باطكم. خلينا اخوات. من اول يوم انا بقول لك خلينا اخوات، بس انت اللي صممت، فما بقناش اخوات بقى. انا من اول يوم انا قايل لك، انا مرسلك على الموضوع من اوله على فكره. خلينا اصحاب. خلينا اصحاب، خلينا خالات، خلينا اعمام، اي حاجه. لحد دلوقتي مش عايزه اخسرك. لحد دلوقتي انا مش عايز اخسرك. مش عايزه يكون الحب هو الحاجه اللي هتخسرنا بعض. مش عايزه تكون الحب ولا ممكن الفلوس هي اللي تخسرنا، بس الحب ده هيبقى هبل قوي يعني. مش عايز تخسرني. مش عايزه تخسريني. والله العظيم بيمثل بطريقه السنافر فعلا. بص يا عبد الله، انت لو هدفك من الكلام ده انك تمثل فده مستحيل عشان تبقى فاهم. يعني انا متاسف والله، يعني انت شخص محترم وكل حاجه، بس والله العظيم انت لو مثلت مش هينفع. في بقى مشهد تمثيلي تاني لعبد الله تركي اثناء نفس ذات اللايف برضه بيقدم فيه نفس ذات الموهبه بنفس ذات الباط. ايه ده؟ ما احنا في جوله اصلا. طلعوا هم في جوله اصلا. احنا في جوله. انا خلاص التمثيل كل دماغي. التمثيل كل دماغه. يا رب ما ياكلها اكتر من كده. يا جماعه والنبي ما فيش حد بيتفرج عليا منتج مش يكتشفني انا، يكتشف عبد الله تركي ويخلصنا من اللي احنا شايفينه ده. يا جماعه نداء لكل المنتجين اللي في مصر، والنبي اكتشفوا الموهبه دي وخلصونا. لو هو بيعمل كده عشان حد يكتشفه في التمثيل، بالله عليكم اكتشفوه. انتجوا له فيلم وسكت. هتكسبوا فينا احنا ثواب، مش شرط تكسبوا فلوس، هتكسبوا ثواب، هتكسبوا حسنات. خلاص انا هحكم عليك لو كتبت الجوله دي. اعملوا له فيلم بالله. انا معلش انا برضو فيا مواهب انتاجيه بقى. انا اقترح عليكم اعملوا له فيلم سموه احزان تحت الباط، يبقى بطوله عبد الله تركي وهايدي. بقول لك ايه، تعالى نمثل رعب بجد. استنى. هيمثلوا رعب. بص بقى يا منتجين، يعني مش دراما بس، مش احزان، رعب كمان. لا هحكم عليك لو كتبت. هي اتلبست ولا ايه؟ في ايه؟
عبد الله عايز يقول هو ده تمثيل، معلش يعني في هو ده تمثيل، مش عارف ايه الوضع، هو سيبت كده بتاع 3 دقايق ولا مش عارف في ايه. ده ايه ده؟ ده ايه ده ان شاء الله ده؟ ده ايه ده انت بتسميه تمثيل ده ولا ايه؟ انت شفتيش تمثيلي؟ ده دي باظت خالص والله العظيم، دي لمت خالص والله. ايه ده ايه ده؟ ده هو ده التمثيل. ايه؟ نلعب الجولة دي، لو كسبتك هحكم عليك حكم. يلا بينا عادي. والله يخرب بيت الجولات اللي في التيك توك كله، والله العظيم التيك توك ده فتح علينا ماسوره ما بتتقفلش. خلاص فاضل 20 ثانية اصلا، والله لا هحكم معاك 3 احكام طرش. انت عرفت تكمل الفيديو يا ابني ولا اكتب رقم 6 يا ابني، عرفت تكمل الفيديو تحت يا ابني. يعني في برق على فكره بيحصل وبرده وانا لسه صاحي من النوم وبصور لكم فيديو يعني عموما يعني فاعمل لايك، يعني دي حاجه كده في النص كده. المهم ده كان اخر مشهد مثله قبل ما يتوفى. اكتشفت ايه؟ بكاء هايدي كامل بسبب المايو. ايه ده؟ ايه اللي جابه هنا ده؟ هي الحاجات دي بتبقى رزق بقى، بتيجي كده والله العظيم في وشنا. مش عارف انا ما شفتوش الفيديو ده. انا الستوري بتاعت المايو الاصفر ده موضوع قديم. ماله موضوع حزين قوي كده، في ايه؟ اللي انا منزلاه اللي هو من شين، اللي انا بلبس بوركيني وهلبس تحتيه بنطلون وهلبس سكيرت. تلبس سكيرت وبوركيني وتحتيه بنطلون. المايو كان منين معلش عشان انا مش قادر استوعب الصدمه. ماشي، انتوا بقى خدتوا استنى، الحته اللي على مزاجكم عشان دي شكلها بتاعت بجد مش بتمثل. ده الموضوع كان على مايو، ده في حوار على مايو. تشتموا وتتريقوا زينوا وريتش وقرف وريتش. ما انتوا اللي عايزين الريتش، ما انتوا عايزين ايه؟ ما انتوا بتعملوا كده عشان الريتش. انت طالعه تتكلمي عن مايو اصفر ليه؟ ماشي بجد، حسبي الله ونعم الوكيل، حسبي الله ونعم الوكيل. صلي استخاره يا هايدي وشوفي هتلبسي المايو ولا لا يا جماعه. الموضوع ده شكله حقيقي فانا ما بحبش بصراحه، يعني ممكن تكون كانت بتعاد بجد او مكتئبه، فانا مش عايز اتكلم على بلاش يعني، ربنا يستر على مايوهاتنا. خش بقى في اللحظه اللي صحي فيها عبد الله اثناء اللايف. انتوا عارفين طبعا الناس فضلت تكبس تكبيس صناعي كان حصل ساعتها. في حد بعت حوت ولا مش فاكر ايه اللي حصل. كان كل ده مشهد تمثيلي هم بيعملوه. كان في جوله برضو، لازم اقول كده، لازم اقول ان هم كانوا بيعملوه ده كان مشهد تمثيلي. تمام، بغض النظر برضو ان انا لو كنت عارف ان هو مشهد تمثيلي كنت عملت الفيديو برضو. طلع هم اللي كانوا بيعملوه ده كان بيعمل مشهد تمثيلي وبيقلق بيخوف هايدي عليه. يا عبد الله ما تهزرش. تقول له ما تهزرش بجد هتموت يا مان، بجد انت هتموت في اللايف. كمان برو، كمان ما ينفعش يا برو، ما تهزرش، اصحى بليز يا عبد الله والنبي اصحى يا مان، اصحى ما تهزرش بقى الهزار ده، انا ما بحبش الجوكس دي. مع بعض ازاي يا عبد الله بقى. يلا بتصحيه بالصريخ. adjustment في التعديلات وازاي نعمل مش عارفه في ايه طيب. في ايه يا ترى اللي الداد دي ضغطت عليه ولا ايه اللي حصل؟ نسلم الشغل بتاعنا للعمل وبكده تبقى قدرت. حول ولا قوه الا بالله. الناس اللي بتموت في اللايف دي يا هبل ما انت بترمي يا ابني، الناس كلها شايفه رموشك وهي بتتحرك. قوم بقى تعالى ابعتوا له اسد طبعا عشان يصحى، ما هو مش فاتح جوله اصلا. يا جماعه ابعتوا له اسد يا جماعه طيب عشان يصحى. نعمل ايه طيب يعني يا جماعه معلش يعني يعني مسيح الدجال لو معانا ويقدر يصحي البتاع يبعت اسد، يبعته النبي علشان يعني يصحى لو هو بيحيي الموتى. والله العظيم يوم القيامه قرب. هو هنا سمع ان هو ما فتحش جوله فقال لك ايه ده انا هموت قبل ما افتح جوله، احنا هنهزر. فقام صاحي من الموت وقام فاتح الجوله. فاتح جوله اصلا. ما فتحتش جوله؟ انا ما فتحتش جوله؟ انا مت كده قبل ما افتح جوله؟ السلام عليكم. موت تاني يا عبد الله، موت تاني يا اسطى. انتوا شايفين برضه بيصحى بطريقه السلام عليكم. يا اسطى انت كنت ميت في نيكلوديان. السلام عليكم. السلام عليكم. والله العظيم بيمثل بطريقه السنافر، انتوا مش مصدقيني. انت رخم والله رخم. جميله. لا انت ليه كده بجد؟ ايه ده انت ليه كده بجد؟ ايه ده المزيكا حزينه اشتغلت تاني. السلام عليكم. ثواني بس افتح الجوله ورايا. فتحت الجوله ولا ما فتحتش؟ عبس، احنا عايشين في عبس. طب يا جدعان كده خلصنا فيديو النهارده. كنت عايز بس ابسطكم وافرحكم ان عبد الله تركي طلع عايش الحمد لله، صحي في نفس ذات اللايف في قلب اللايف، وان هم كانوا بيعملوا جولات تمثيليه جميله. فانا احب اقول لك من هنا يعني ما تنساش تعمل اللايك لان اللايك بيفرق معانا جدا، ما تنساش تشترك في القناه لان الاشتراك بيفرق معانا جدا، ما تنساش تمسح التيك توك لان هيفرق معاك جدا. كان معاكم محمد كيو، اشوفكم الفيديو الجاي، سلام.